كده بقى العم كولدير بدأ يخرف، بدأ يهيس، رغم ان مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب لبى له كل طلباته قبل بداية الموسم بشهرين ثلاثة. عمل له فترة معايشة محترمة في النمسا، جاب له شوية صفقات محترمة. النادي الأهلي في الانتقالات الصيفية الماضية خرجت من خزينته أكثر من 7 مليون دولار، ومع ذلك بيبتدي موسم سيء، بيودع بطولتين، بيودع بطولة السوبر الافريقي امام اتحاد العاصمة الجزائري باداء سيء للغاية رغم فترة المعايشة اللي مش عارف كانوا رايحين يعملوا ايه في النمسا، رايحين يتدربوا ولا كانوا طالعين النمسا رحلة سياحة، انا مش عارف. وكذلك في مباراة سان داونز في مباراة الذهاب والاياب وتودع البطولة باداء سيء بدون اي مكسب. انت متخيل معايا؟ سواء خارج ملعبك او داخل ملعبك. وكذلك امام المقاولين العرب بتكسب بصعوبة بالغة، والنهارده امام الجونة بتختمها بقى. انا قلت مارسيل كولر لسه بيبتدي الموسم واللاعيبه بتبدا تنسجم، الاقي ان مارسيل كولر اصلا تحس ان هو عايز يمشي من النادي الاهلي، بيتلكك كل مباراه يلعب بتشكيل شكل. يعني مره تلاقي حسين بيلعب في المباراه من اولها، مره تلاقيه قاعد دكه، اليو ديانج، امام عاشور قاعدين دكه ينزلوا في الدقيقه 80. تشكيل سائق من بدايه المباراه، قلنا مفيش مشكله، قلنا هيعدل في بدايه الشوط الثاني، لا ده جاي يعدل وانت متعادل 1-1 في الدقيقه 80 في الدقيقه 75 وعادي. هل انت كمشجع للنادي الاهلي شايف ان الفريق اللي لعب مباراه الجونه او مباراه سيراميكا كليوباترا او لعب بطوله دوري السوبر ليج بنسختها الجديده، هل الفريق ده مؤهل ان هو يلعب في بطوله كاس العالم للانديه امام الاتحاد السعودي بغض النظر عن الظروف اللي هو بيمر بيها؟ ولكن الاتحاد السعودي بيمتلك عناصر من العيار الثقيل، اللعيبه دي والفريق ده والاداء اللي بيقدمه النادي الاهلي غير قادر على منافسته. واكبر مثال، انت ما لعبت في بطوله كاس العالم السنه الماضيه، انت كنت يعني ليك شكل الى حد ما عرفتش تكسب فلامينجو البرازيلي، ما عرفتش تجاري ريال مدريد بالشكل الكافي باستثناء الشوط الاول وخسرت بنتيجه 4-1 برضه بقياده مارسيل كولر. مش بقول لك اكسب ريال مدريد، ولكن يبقى ليك شكل الى حد ما. اي نعم النادي الاهلي علشان نكون واقعين في الموسم الماضي حصل على خماسيه، يمكن باداء لحد ما كانش الافضل ولا كان بكره النادي الاهلي المعتاده اللي عشناها مع الجيل الذهبي وطوال تاريخ النادي الاهلي. النادي الاهلي رغم ان هو بيفوز ببطولات كل موسم، ولكن النادي الاهلي بكل امانه بقاله اكتر من 4 أو 5 سنين ما بيلعبش كورته الحقيقيه. يمكن على فترات علشان اكون واقعي وحقاني اودي لكل واحد حقه، مارسيل كولر ساعات بيلعب مباراه جيده وممتازه، بيدير مباريات بشكل جيد وبيكسب بنتائج كويسه، ولكن مارسيل كولر بدايه من الموسم الحالي ده مش مارسيل كولر بتاع الموسم الماضي. يمكن مارسيل كولر في الموسم الحالي زي ما قلت في الفيديو اللي فات قالب على تشافي ومدرب برشلونه. المدربين تايهين بشكل كبير جدا، ده تايه في الدوري الاوروبي وده تايه في الدوري المصري والدوري السوبر ليج وكل البطولات اللي مشارك فيها في الموسم الحالي. عايز اقول لك ان تشافي مش هيطلع ببطوله في الموسم الحالي لو فضل مستمر على الاداء ده مع برشلونه، وكذلك مارسيل كولر. عشان نكون واقعيين، النادي الاهلي لو فضل بالشكل اللي احنا مش معتادين عليه ده، لا اداء ولا نتيجه، بتتعادل كل مباراه، يمكن بتكسب بالعافيه، هتعاني بشكل كبير جدا في دوري ابطال افريقيا، خصوصا لو قابلت فريق بحجم سان داونز. تاني تقول لي ناخد بسعرنا ويا ريت نقابلهم، اقول لك لا، انا كمشجع النادي الاهلي اقول لك بلاش، لانك انت مش في افضل حاله. النادي الاهلي وكل شايف ان النادي الاهلي مش في افضل حالاته على الاطلاق وبيعاني بشكل كبير جدا. بس انا من وجهه نظري كمشجع النادي الاهلي مش هقدر احمل المشكله لمارسيل كولر لوحده، رغم ان هو يتحمل بنسبه 100% نتيجه مباراه الجونه بسبب التشكيل والتغيير المتاخر. ولكن في كام لاعب كده في النادي الاهلي تحس ان هم عندهم واسطه قويه وماسكينها على النادي الاهلي. على سبيل المثال طاهر محمد طاهر، احتفالات طاهر محمد طاهر اخره احتفالات ويروح يدرس في مدرسه لغات، غير كده مش هتاخد حاجه من طاهر محمد طاهر ككوره، مش هتاخد منه كوره. وكذلك محمد هاني، يعني النهارده بيلبسك ضربه جزاء بيخاف على وشه، بيرفع ايده ضربه جزاء للجونه، ولكن اهم حاجه ما يتاذيش وشه، ما يقولش اي، عشان تعرف ان في فرق كبير جدا وشاسع ما بين محمد هاني واكرم توفيق اللي ما اعرفش ليه ما ابتداش اصلا المباراه. يمكن اجمل لقطه في مباراه النادي الاهلي هو هدف انتوني موديست، ولكن لغايه دلوقتي المكنه ما نقدرش نقول طلعت قماش، لسه بتتلاقي الى حد ما، يعني مش هنقدر نحكم على موديست من هدف من الورد. يعني انت جايب مهاجم علشان يجيب اهداف، امال جايب مهاجم علشان كذلك رامي ربيعه، حرفيا مدافع مخدوش معايا دوره رمضانيه، قسما بعز جلاله الله. رامي ربيعه النهارده عمل كوره الهدف بتاع الجونه في الدقيقه الاولى والشناوي على بعد 8 متر، يعني في حد يرجع للحارس ومهاجم الجونه لازق في رامي ربيعه، ومع ذلك بيرجعها للشناوي، والشناوي طبعا كالعاده واخطائه يعني مستمره، المفروض بدل ما يشاط الكوره يمين او شمال بيخبطها في مهاجم الجونه بتخش في الجون، ولكن لحسن حظه ان هي كانت جت في ايده. في راي النادي الاهلي بقى يخلص في عمر كمال عبد الواحد بدري، فعلا ده اللي يستحق ان هو يرتدي قميص النادي الاهلي مع اكرم توفيق. ومستر كولدير محتاج يراجع نفسه قبل فوات الاوان، لو هو بيتلكك وعايز يمشي وزي من تدريب النادي الاهلي يمشي، انما ما يوصلش النادي الاهلي لكل هذه الظروف. النادي الاهلي غير معتاد على ان هو كل مباراه يقدم اداء سيء ويتعادل ويكسب بالعافيه، ده مش النادي الاهلي. بس كده قول لي انت بقى كمشجع النادي الاهلي رايك في اللي بيقدمه النادي الاهلي تحت قياده المدرب المحنك والعبقري في الموسم الماضي فقط مارسيل كولر وليس في الموسم الحالي. تفتكر النادي الاهلي في الموسم الحالي هيوصل لغايه فين وهيطلع بكام بطوله؟ هل بالاداء ده النادي الاهلي قادر انه يوصل للفاينل ويقابل مانشستر سيتي؟ ما تنساش تحط لايك للفيديو علشان يوصل لكل جمهور النادي الاهلي، ما تنساش تعمل فولو، وما تنسوش تدعوا لاهلنا في غزه ان ربنا ينصرهم ان شاء الله.